فن الركادة ورقصة العلاوي. نبض التراث الشعبي الشرقي تزخر الجهة الشرقية للمملكة المغربية بإرث ثقافي وفني عريق. يتربع على عرشه فن الركادة ورقصة العلاوي، فهما ليس لمجرد رقصتين شعبيتين للترفيه أو الاحتفال، بل هما ذاكرة حية تنبض بحكايات الأجداد، وتجسيد بصري وإيقاعي لملاحم. أولاً، فن الركادة الوجدية. أصالة الثبات والتلاحم. يعد فن الركادة أحد أعرق التعبيرات الفنية في وجدة وعموم مناطق الشرق والريف، وترتبط جذوره الأولى بتقاليد القبائل والمقاومة الشعبية. سبب التسمية والجذور: يشتق اسم الركادة من حالة الركود والثبات المتناغم، حيث يصطف المؤدون جنبا إلى جنب في كتلة متلاحمة تعكس روح الجماعة والترابط القبلي، ليهتز الجميع بانتظام على نغمات حماسية موحدة. الآلات الموسيقية: البندير أو الغنمي، النبض الإيقاعي الأساسي الذي يضبط سرعة الرقصة وحركتها. القصبة أو الغيطة، تطلق ألحاناً شجية وحماسية توجه خطوات الراقصين. المكحلة، تظهر في بعض العروض ذات الطابع التراثي والفروسي، رمزاً للقوة والشجاعة. طابع الأداء: تقوم الركادة على حركات قوية ومنتظمة للكتفين والرأس، مع ضرب الأرض بقوة بالأقدام. مرتدين الزي التقليدي المغربي الأصيل من جلابة وعمامة أو شاشية وبلغة، مما يضفي هيبة بصرية على العرض. ثانياً، رقصة العلاوي. إيقاع الشجاعة والفروسية. تعتبر رقصة العلاوي واحدة من أبرز المعالم الفنية في شرق المغرب، وغالباً ما تتصدر المشهد في الأعراس والمواسم والمهرجانات الشعبية. الأصول والرمزية: استمدت العلاوي روحها من تقاليد المنطقة الشرقية، حيث كانت حركات الأداء الجماعي تعبيراً حياً عن البأس والقوة والفرح بالنصر ومواسم الحصاد. المكونات الاستعراضية: تتناغم فيها إيقاعات البندير مع نغمات القصبة أو الغيطة، لتترافق أحياناً مع حضور المكحلة التي تضفي على العرض مسحة استعراضية تعبق بعبق التاريخ وأصالة الفروسية. الحضور المعاصر: تواصل رقصة العلاوي حضورها المتميز في وجدة وعموم نواحيها، محافظة على هويتها العريقة باعتبارها رمزاً للاعتزاز بالانتماء والتراث المحلي. خاتمة: تراث واحد وهوية شرقية متجذرة. مهما تباينت تفاصيل الإيقاعات والحركات بين الركادة والعلاوي، يظل الاثنان ينهلان من معين ثقافي واحد، إنهما روح الجهة الشرقية النابضة بالحياة، وإرث أصيل ينتقل أمانة من جيل إلى جيل، ليؤكد دائما أن فنون المغرب الأصيلة حقيقية لتاريخه العريق وهوكلته الراسخة.